بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى الهادي الأمين. عرفوا أولادكم حب الله ورسوله، حببوهم في دينهم. طيب إزاي نحببهم في الدين بتاعهم؟ كل حاجة بتطلع من لسانكم خلي ليها علاقة بالله وبالرسول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني دلوقتي ابنك لما يعمل حاجة حلوة قول له برافو عليك، ده ربنا هيحبك قوي وهيجازيك كل خير وهيكافئك. هيرد يقول لك يكافئني ازاي؟ قول له هيجعل فيك البركة، هيخليك شاطر في المدرسة، هيخليك مطيع، هيدخلك الجنة. لأن باب الحوار ما بينك وما بين ابنك أو بنتك عمره ما يجي إلا باللين والصداقة. طيب لما نيجي دلوقتي يحصل مشكلة من ضمن المشكلات في المدرسة، ولا ما بين أولادنا وبعضهم، ولا ما بين الأسرة ذات نفسها سواء أم أو أب، ويجي يبقى في واحد من الطرفين شديد شوية والتاني حنين حبتين، فيجي لو الأب مثلا وهما بيخافوا من الأم ويعمل حاجة غلط، والله العظيم طب بس اما تيجي ماما لا هخليها تموتك من الضرب، يبقى هو مش هيعمل الفعل خوفة من إنها تضربه، يبقى مش خوفة من الله. ليه؟ خلوا الابن والبنت يحترموكم ويعرفوا إن لو ما اتقوش الله عز وجل في نفسهم وفيكم مش هيعرفوا يتعايشوا معاكم فيما بعد، ولا هيعرفوا يشيلوكم. فلما نزرع حب ربنا في الطفل، هو دلوقت ما يعرفش معنى التقوى، فطول ما هو صغير بيسمع منك، وأقرب حاجة للطفل دلوقتي هي السمع. الموبايلات خربت العقول، فلازم نحتوي أولادنا من الجو ده كله بالتراضي وباللطف وبالإحسان، نفتح معاهم باب للكلام. عمل حاجة لما بابا يجي والله لا خليه يعاقبك، مش هيجيب لك الهدية اللي قايل لك عليه. وبلاش الحرمان في حاجة هو بيحبها، لأن ده بيقلب بعناد. فلما نحبب أولادنا في ديننا إزاي، إن كل حاجة بدل ما نقول خاف من بابا خاف من ماما المدرس هيضربك هخليه الصبح يزعل منك مش هيديك الدرجات النهائية، كل ده عشوائيات وكلام بيدمر نفسية الطفل. وانت قبل من طفل انت اللي مش هتبقى مظبوط، لان احنا انعكاس لبعضنا وانعكاس لاطفالنا. تمام. تمام.